نسرين، وده بودكاست لوجيك بالعربي. ودي حلقة جلد الذات. عمرك سمعت الصوت اللي جواك؟ الصوت اللي دايما بيسبقك بخطوة. لما تحلم يقولك انت مش كفاية، ولما توصل يقولك عادي، غيرك كتير عملوا كده. ولما تنجح فعلا يهمس في ودنك يقولك مش شطارة على فكرة، دي كانت صدفة. الغريب بقى إنك أول ما تسيب المعركة نفس الصوت يرجع أقوى ويقولك يا عم مش قلتلك انت كده كده فاشل وانت اللي أصريت تحاول. والنهاردة أنا مش هتكلم عن جلد الذات بس، النهاردة أنا جاية أوقفه. يعني إيه جلد ذات؟ جلد الذات مش إنك تعترف بغلطك، جلد الذات إنك تحول الغلطة من تصرف إلى حكم على نفسك. بدل ما تقول أنا غلطت تقول أنا فاشل. وده فرق خطير، لأنك لما تهاجم نفسك بتكسرها مش بتصلحها ومش بتقومها. طيب منين بيجي الصوت ده؟ الصوت ده غالبا مش صوتك، ممكن يكون كلمة اتقالت لك وانت صغير، مقارنة مستمرة بغيرك، توقعات أعلى من قدراتك، أو خوفك إنك ما تكونش مثالي. المشكلة إن الصوت ده كبر وبقى شغال اوتوماتيك. كل مرة بتحاول تبدأ يقولك استنى، انت فاكر نفسك مين؟ طب والحل فين؟ هقولك الحل في 4 خطوات. الخطوة الأولى، أول ما يطلع الصوت استغفر كتير واستعيذ من الشيطان. لو الصوت استمر قول ده مش صوتي، ده جلد ذات. سمي الصوت باسمه، التسمية دي بتفصلك عنه مش بتربطك بالصوت. الخطوة التانية، اسأل نفسك هل الكلام ده حقيقي ولا إحساس؟ لأن مش كل إحساس حقيقي، وبرضو إحنا لما بنقيم نفسنا مش هنجرحها بالشكل ده. تالت خطوة، غير طريقتك في التعبير. بدل ما تقول أنا دايما فاشل قول أنا بحاول وأنا بتعلم ومش لازم أكون مثالي. طريقتك في التعبير مع نفسك يا بترفعك يا بتهدك. الخطوة الرابعة، عامل نفسك برفق. ما تبقاش بتتعامل مع طوب الأرض كويس وتيجي عند نفسك وتسترخص فيها الحب. قبل ما ننهي الحلقة عايزة أقولك انت مش ضعيف ولا أقل من غيرك، انت إنسان بتغلط وبتتعلم. بلاش حب المثالية ينسينا حقيقتنا، إننا بشر، وإنه مش طبيعي أكون مثالي، وإن طبيعتي إني أغلط وأتعلم. الصوت اللي بيقسو عليك ده صدى كلام اللي حواليك. وده موضوع حلقتنا الجاية، ضغط المجتمع. وبس كده، وما تنسوش تتابعوا حلقة جديدة كل خميس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله.